سلام الغزالات، كنتمنى تكونوا بخير ان شاء الله. مرحبا بكم على قناه حنونه بيوتي. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيت نشارك معكم وصفه قنبله، واحد الوصفه البنات دقه ببطله كما كنقولوا. واحد الوصفه رائعه جدا وما غاديش تكلفكم بزاف وغادي تجيكم رخيصه وسهله، وهذه هي المناسبه ديالها. كيف ما كنعرفوا دابا رمضان والشهوات بزاف، خاصكم شي وصفه اللي سهله ماهله، ما تاخذ لكمش الوقت بزاف، ما تقلش عليكم. دونك هاد الوصفه ان شاء الله غادي تهنيك من بومزوي والقولون العصبي، من السخفه، من الضعف اللي كيسبب لك بومزوي، من الغازات والامساك، وغادي تحفز ليك كذلك حتى الهرمونات الانثويه وتغلاضي وتزيدك في المناطق الانثويه والحنيكات. بالنسبه للبنات اللي كيعانيو من النحافه الشديده واللي مضاعفهم بومزوي وكيسبب لهم السخفه وما كيخليهمش يصوموا، كتجيك ديك الحرقه في المعده ديالك، في مصارنك، كتجيك ديك السخفه ما كتقدريش تصومي. هاد الوصفه البنات غادي تكون رائعه ان شاء الله. وهاد الوصفه اليوم غير للنساء فقط، لانه كيف فيها واحد المكون مخصوص للنساء فقط. انا دائما كنشارك معكم غير ما هو مجرب، وديما كنقول لكم لما كتصلح واش للعائله كامله ولا للرجال ولا النساء. وصفه كما قلت لكم خطيره، كتعطي نتائج خياليه. وشوفوا البنات غير تبعوني، والله العظيم في النهار الاول غادي تحيد لك ديك السخفه، يتحيد لك داك المغص اللي في الامعاء. غادي تقدري تصومي، غادي يتهدن عليك بومزوي، وفي ظرف 3 ايام ان شاء الله ولا 4 غادي تغلاضي وغادي تزياني. وهاد الوصفه البنات راه خطيره. دونك اش كتسناي؟ ندوزو الوصفه البنات. غادي تكون المكون الاول هو النافع البلدي. البنات ماشي النافع ديال الحلوى، النافع البلدي كيحيد لينا الغازات، بغض النظر على انه كيحيد الغازات وكيرخي الاعصاب ديال المعده. هو راه البنات خطير خطير في داك الاعصاب ديال المعده والاعصاب ديال المصران، كيرخيهم وكيحيد علينا دوك الاعصاب. وكذلك فهو فاتح للشهيه، كيحيد المغص والوجع اللي كيكون عند الرضع، كيعطيوه هكا الوليدات اللي يلاه تزاد وكيحيد لهم داك لي غاز، كيعطيوه للوليدات، كيعطيوه سميتو الناس الكبار، وكذلك كياخذوه حتى المرضعات لانه كيزيد في الحليب. المكون الثاني هو اليانسون النجمي، او كما كنقولوا ليه حنايا بديانه. هو كيزيد في هرمون الانوثه اللي هو الاستروجين، كيطلع لينا هرمون الاستروجين. ناهيك على الفوائد ديالو في الجهاز الهضمي، حتى هو كيحيد الغازات وكيحيد داك الانتفاخ ديال المعده، داك التقرع اللي كيكون فيك وداك الشيء كيحيدو، كيحيد داك الوجع وداك الثقل ديال المعده. فهو حتى هو خطير البنات ومهم في هذه الوصفه هذه. المكون الثالث هو عرق السوس، وحتى هو البنات راه كيطلع هرمون الاستروجين، راه رائع 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 البنات في هذا في هرمون الانوثه، وكيعزز الخصائص الجنسيه الانثويه. ندوزو المكون الاخر البنات هو حبه حلاوه، وهذا المكون البنات بالضبط للنساء فقط. هذا المكون كما كنقول لكم للنساء فقط، راه قنبله من هرمون الاستروجين وهرمون الانثوي. حبه حلاوه البنات، هذا المكون خطير خصوصا اللي قربوا لسن الامل، اللي قربت تقطع عليهم الدوره الشهريه. وما نساوش حتى البنات اللي فهو كيزيد لهم في حجم الثدي، البنات اللي ضعفات وعندهم يعني هادو الحجم الثدي صغير، ما عندهمش ارداف، فهو كيفجر لك المناطق الانثويه وكيساعدك على تحفيز هرمون الانوثه اللي هو الاستروجين. هاد المكونات كامله البنات كلها اللي ذكرت عندها فوائد للجهاز الهضمي. ما كاينش مكون من هاد المكونات ما عندوش فائده للجهاز الهضمي. المكونات كلها خطيره في الجهاز الهضمي، وفي سميتو في الانتفاخات وفي الالم المعوي وداك الشيء. وكذلك كاملين فيهم كيرفعوا هرمونات الانوثه. اللي دابا ندوز معكم نحضر معكم الوصفه. غادي تمشي للعطار، غادي تاخدي 2 دراهم من الحاجه. 2 دراهم كافيه البنات. بالنسبه للبديانه يمكن ما يعطيكش 2 دراهم، تاخدي 5 دراهم. بالنسبه لعرق السوس حتى هو ما يعطيكش 2 دراهم. المهم غتاخدي 2 دراهم من حبه حلاوه، 2 دراهم من النافع البلدي، و غادي تاخدي 5 دراهم من عرق السوس ومن بديانه. المهم غادي نجيبوا هاد المكونات. الا عرق السوس غادي
طحنيه عند العطار لانه غادي يخسر لك الطحانه ديالك. انا ديجا جبتو للدار وطحنته وخسر ليا الطحانه. صافي غادي تجيبي هاد المكونات هذه نفس الكميه من عرق السوس يا ربي، نفس الكميه من نافع، ونفس الكميه من حبه حلاوه وعرق السوس والباديانه. غادي نديرو نصف الكميه. مثلا الا درتي 2 معالق كبيره من نافع، غادي ديري 2 معالق كبيره من حبه حلاوه، وغادي ديري معلقه من عرق السوس ومعلقه من باديانه. صافي كما قلت لكم 2 معالق كبار من نافع، 2 معالق كبار من حبه حلاوه، ومعلقه من باديانه، ومعلقه من عرق السوس. غادي نشدو هاد المكونات كاملين ونطحنوهم ونديروهم في واحد القرعه ديال الزاج. وملي تبغي تستعملي هاد الوصفه هادي، حنا خلطنا المكونات كامله بالمقادير اللي عطيتكم البنات. ما تس... يعني ما تفوتوش المقادير اللي عطيتكم، لان هاد المقادير خصها تكون هكا بهاد الطريقه هادي باش ما نخرجوش على الوصفه. غادي تطحنيهم كاملين وغادي ديرهم في قرعه ديال الزاج. وملي تبغي تستعملي الوصفه غادي تاخدي معلقه كبيره وحده البنات من هاد المكونات. انت حاولي ديري الكميه اللي تكفاك مثلا لهاد الشهر كامل، ولا تكفاك مده سيمانه. غادي تجربي غير سيمانه، انا غادي متاكده انك غادي تعاودي تجيبي هاد المكونات. حتى البنات هاد الوصفه هادي راه خطيره. غادي تعمري القرعه ديالك وغادي تاخدي معلقه من هذا الخليط هذا اللي طحناهم كاملين ودرناهم في القرعه. غادي تاخدي معلقه واحده وغادي ديريها في كاس، غادي تزيدي عليها الحليب صافي، غير الحليب بوحدو، ما تحتاجيش تحليها بالسكر ولا شي حاجه، لانه عرق السوس حلو، راه حلو يعني كيعطيك الحلاوه في هذا الخليط هذا. ما تحتاجيش تزيدي شي حاجه، وراه المذاق ديالها زوين البنات. ماشي شي وصفه اللي غادي تعي فيها ولا ما تقدريش تشربيها، بحال الا كتشربي الحليب منكه بشي حاجه. صافي كتخلطيها وكتخليها واحد ربع ساعه على ما تطلق ديك المكونات وتشربيها. جربوها البنات وواظبوا عليها طيله هذا الشهر الكريم. راه خطيره هذه الوصفه البنات، وان شاء الله غادي تجيو تشكروني عليها. في ظرف 3 ايام ولا 4 ايام غادي تلقاي نتيجه رائعه. انا راه النهار الاول البنات ملي درتها على اساس القولون العصبي على بن زويل، كان محمقني، ولكن لقيت راسي غلطيت بزاف. بقيت كنشربها وما عارفاش بلا جاني داك الغلط، حتى انتبهت بان الوصفه هي اللي غلطاتني، ورجعت كنقلب كيفاش نضعف. وهنا غادي نكونوا سالينا الفيديو ديالنا او الوصفه ديالنا، وكنتمنى ان شاء الله انها تكون نالت الاعجاب ديالكم وتكونوا استفدتوا معايا. قبل ما تخرجوا البنات، اهم حاجه اللي كنذكركم بها دائما، ما تنساونيش من اللايكات ديالكم، وكذلك من البارطاج لكل وحده كيهمها هذا المحتوى وكيهمها هذا الموضوع، وكذلك ما تبخلوش عليا بالتعليقات الزوينه ديالكم. حتى نتلاقاو في فيديوهات جديده ان شاء الله مع وصفات جديده، وكنقول لكم تهلاو في راسكم بسلامه.